لا أوصي ابنتي التي ستتولى العرش من بعدي أن تكون إلهة لشعبها تستمد سلطة من قداسة الألوهية، بل أوصيها أن تكون حاكمة رحيمة عادلة. من نوت إلهة السماء لابنتها إيزيس عام 4988 قبل الميلاد، مصر القديمة. أسطورة الحب الأشهر في التاريخ الفرعوني، أسطورة إيزيس وأوزوريس، صراع الخير والشر، أسطورة الحب الأبدي. إيزيس وأوزوريس في حواديت الحب، أهلا بكم. بتحكي الأسطورة إن الإله جب إله الأرض والإله نوت إلهة السماء اتجوزوا وجابوا ولدين، هما أوزوريس وست، وبنتين إيزيس ونفتيس. اتجوز أوزوريس من إيزيس وتولى أوزوريس حكم مصر، وكان حاكم عادل بيحب الخير وبيحب شعبه. علم شعبه الزراعة ونشر العدل في فترة حكمه، وعشان كده كان الشعب بيحبه جدا. لكن الحب ده ولع نار الغيرة في قلب أخوه ست، وقرر إنه يتخلص من أوزوريس وياخد الحكم لنفسه. دبر كذا مؤامرة لقتل أخوه وما كانتش بتنجح، لغاية ما في يوم جات له فكرة خطيرة، هي إنه يعمل حفلة كبيرة ويعزم عليها ناس كتير، ويقول لهم إنه عامل لهم مفاجأة. والمفاجأة كانت تابوت. أيوة، تابوت مصنوع من الذهب الصافي مرصع بالألماس، هيديه هدية للي هيكون مناسب لمقاسه. وكان التابوت مبهر، أبهر كل الموجودين. نام في التابوت كل الضيوف وما كانش مناسب لمقاس حد. وبعد إلحاح شديد من ست على أخوه أوزوريس وافق أوزوريس يجرب التابوت. وأول ما نام أوزوريس في التابوت، وقبل ما يستغرب الموجودين من مطابقة التابوت لمواصفات جسد أوزوريس، كان ست وأعوانه قفلوا الغطا على أوزوريس وقفلوا الإقفال ورموا التابوت في النيل. وتكمل الأسطورة إن التابوت انجرف في النيل لحد ما وصل للبحر المتوسط، وكمل لحد ما رسي على ساحل الجبيل اللي في لبنان، ونبتت فوق التابوت شجرة ضخمة خبته عن العيون. أما بقى إيزيس الزوجة المقهورة على زوجها دورت على تابوت جوزها في كل مكان، سألت كل الناس ودموعها ما كانتش بتقف. سألت ودورت جوه مصر وبره مصر لحد ما لقت التابوت، لكن ست ما سابهاش، خاف من سحرها فسرق التابوت منها، وأخد جسد أوزوريس قطعه ل 42 قطعة تقريبا. وما اكتفاش بكده، لا، ده رمى كل قطعة في إقليم من أقاليم مصر. وهنا هتظهر قوة إيزيس، قوة الزوجة المحبة. إيزيس اللي موجود ليها تمثال في ألمانيا الغربية مكتوب عليه إيزيس التي لا تقهر. إيزيس جمعت أجزاء جسد جوزها المقتول غدرا، وتكمل الأسطورة إنها طلبت المساعدة من الإله تحوت إله السحر والشفاء، والإله أنوبيس إله التحنيط، فرجعوا لها أوزوريس للحياة لفترة قصيرة، وعاشوا مع بعض في سعادة، وبقت حامل في ابنهم حورس. وبعدها ودعت جوزها ليحكم في مملكة الموتى، وأخدت ابنها وهربت على مستنقعات الدلتا، خبته وربته لحد ما كبر. ولما كبر حورس حارب الشر وانتصر على ست، وأخد حق أبوه واسترد عرشه. أسطورة الحب والإخلاص، صراع الخير والشر. الأسطورة اتذكرت أول مرة في نصوص الأهرام الجنائزية. تفاصيل القصة فيها أجزاء بتختلف من بردية للتانية ومن جدارية لغيرها باختلاف الأسر اللي حكمت مصر، إلا إن كلهم أجمعوا على إن أوزوريس كان الملك العادل، وإن إيزيس هي الزوجة المحبة الوفية لزوجها. تفتكروا الحب بالقوة دي موجود في الحقيقة ولا بس في الأساطير؟